المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصواب. الذين أخذ الله تعالى عليهم العهد بالبيان وعدم الكتمان، قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أتوجه إلى كل علماء مصر وفي مقدمتهم فضيلة شيخ الجامع الأزهر الذي أعلن ما قرره المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل، أن دم المسلم أقدس عند الله من الكعبة، وأن انهيارها حجرا حجرا أقل من إراقة الدماء البريئة. ماذا عساه يفعل المتظاهرون العزل لو حوصروا من كل جانب بقوات الشرطة دون إطلاق الرصاص عليهم؟ وأتوجه إلى علماء العالم الإسلامي كله في السعودية والخليج والشام والعراق والباكستان والهند وفي ماليزيا وإندونيسيا وفي المغرب العربي وإفريقيا. أتوجه إليهم جميعا في هذه اللحظة: يا عباد الله، 4000 جريح و100 قتيل في ساعة أو ساعتين في معركة ليست تدور مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض المقدسة، بل مع مصريين مسلمين عزل. وأناشد الشرفاء في كل أنحاء العالم الذين لا ترتاح ضمائرهم الإنسانية إزاء هذه المجازر المتكررة عند الحرس الجمهوري وعند منصة السادات وحول مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية. ماذا عسى أن يوصف به؟ متى يتوقف مسلسل القتل الجماعي الانتقامي بلا ضرورة؟ وماذا عسى أن يفعل هؤلاء الممسكون بالزناد يضربون به الرؤوس والقلوب، كما قال ذلك كبير الأطباء في المستشفى الميداني: فليضربوا الأقدام والأرجل إن كنا نشتهي سيل الدماء. لم نشهد ذلك من قبل حتى في أشد عصور الدكتاتورية، ولم يقتل عبد الناصر المتظاهرين ضده في عام 1967، وكان سقوط قتيل واحد أو اثنين في تاريخ مصر كفيلا بسقوط الوزارة وتغيير الحكام القساة. بما نصف هؤلاء الذين يقتلون شعوبهم في العالم العربي ممن يوصفون بالتقوى وحفظ القرآن الكريم؟ اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. يا رب أدرك عبادك الذين برئوا من كل حول وطول وكلهم في هذا الليل البهيم، فأنت وحدك ولي ذلك والقادر عليه. يا عباد الله في كل مكان، أنكروا المنكر الغليظ الواضح المتبجح، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. هل نقبل أن نكون شياطين وخرسا؟ وأين الذين يتحركون لمقتل فرد واحد أو الإساءة إليه من منظمات حقوق الإنسان في العالم كله بالداخل والخارج؟ أليس هؤلاء بشرا أريقت دماؤهم؟ أين الدكتور محمد البرادعي المشارك في الحكم الذي قال عندما قتل رجل واحد في عهد الدكتور مرسي إنه قد فقد شرعيته؟ يا عباد الله، دكتور حسن يعني أرجوك أن تدعني أكمل بياني. تفضل دكتور حسن، تفضل. أرجوك أن تدعني أكمل بياني. تفضل دكتور حسن. اللهم إني لا أملك في شيخوختي إلا الإنكار والبراءة، أبرأ إليك من فعل هؤلاء. وما التظاهر في الساحات بجريمة تستوجب كل هذا القتل
بمشروعية التفويض المزعومة لاستباحة الدماء المعصومة، وكل عهد جائز بين المسلمين إلا عهدا أحل حراما أو حرم حلالا. ماذا تحويه خطة المستقبل نحو هذه الآلاف المعارضة للحكم القائم في مصر المتظاهرين في سلمية، وقد صار القتلى بالمئين والجرحى بالآلاف؟ إنهم بشر يا عباد الله، إنهم مصريون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، إنا عليك توكلنا وبك إليك توسلنا، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. دكتور حسن، يعني كيف رأيت شيخ الأزهر أكد أن دعوة الخروج أنا أمس؟ أتوقع إن شاء الله أن شيخ الأزهر سوف لا ترضيه هذه التصرفات، نعم. وقد تسمعون إن شاء الله رأيه مباشرة. شكرا لك دكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، شكرا جزيلا لك. إذن دكتور حسن الشافعي